أهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناة ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي وصفة تاع الرفيس، الوصفة التقليدية معروفة تقريبا بجميع الولايات الموجودة في الجزائر، لكن عندها بعض التسميات المختلفة. نقدر نقول عليها شوية صحية لأنه فيها تمر، فيها سميد، وفيها الزبدة. وصفة سهلة بسيطة. أروح تشوفوا معايا كيفاش عملت أنا الوصفة هذه، وكما عودتكم المقادير راهم مكتوبين. اول شيء البنات واش نحتاجو سميد محمص، سميد عادي، سميد متوسط، تحمصوه فوق الغاز كما نحمصو الطمينه. السميد لازم يكون سخون. نحتاجو تمر، الغرس اللي هي التمر، ولا كما يقولوا لها العجوه، الزبده، شويه مكسرات اختياريه، وقطع تاع التمر انا قطعتهم قطع صغيره. نحط التمر، الزبده، المكسرات، اي نوع مكسرات تحبي توضعي. هذه انا وضعتها زياده. بعد ما نعجن هذاك التمر والزبده شويه، نضيف السميد لازم يكون سخون. انا ما قدرتش نمسو بيدي، درت شويه بالملعقه ومن بعد رحت بيدي. لازم السميد يكون سخون باش تنجح لكم الوصفه هذه وباش يجيكم مليح وما يجيكمش كما نقولوا حنا يغزغز. واش لازم ديروا؟ لازم تعجنوا تحكوا كيما راني نحك انا. شوفوا انا كيفاش راني نحك. لازم هو السر تاعو باش يجيكم مليح وما يجيش يابس هكا، لازم يتحك كيما راني ندير انا. ضفت هذاك التمر كيما راكم تشوفوا، ونقعد كل نعجن فيه عادي كيما نعجنوا الكسره. شوفوا كيفاش راني نعمل. يعني هو فيه شويه جهد، يعني ماشي بزاف، لكن النتيجه راح تكون مليحه. لو كان ما ديروش هكا تلموا فقط راح يجيكم يابس وتحسوا هذيك الغزغازات تاع السميد كي تاكلوه. شوفوا البنات، بعد ما عجنتو حسيتو ولا يتلم وحده. انا المقادير تاعي راهي مضبوطه، لكن كما متعوده نقول لكم انه السميد تاع هنا والسميد تاع الجزائر ماشي كيف. قادره الكميه تاع السميد تكون اقل من ولا اكثر من السميد اللي استعملته انايا. كما شفتوا راني فتحتو هكذايا، فتحتو مربع. شوفوا بالنسبه للشكل كل واحد كيفاش يديروها. دوكا ولاو يديروا في ليمون، ولاو يديروا اشكال مختلفه. انا نحب الشكل التقليدي، الشكل تاع المقروطات كما تعودنا عليه. شوفوا ما شاء الله كيفاش راهو طري. كما قلت لكم انا فضلت اني نقطعه مقروطات كما راهو باين في الصوره. بعد ما قطعتهم كامل مقروطات، نشد كل وحده هكايا ونجرب نملس شويه الجوانب تاعها كيما راكو تشوفوا. ولا كيما درت انا كي قعدوا لي شويه كنت في القصعه ولا في الجفنه هذه كنت نديرهم هكذا. كملتهم كامل البنات، حطيتهم في صحن التقديم. وهاولي كرفيس تاعنا راهو باين ما شاء الله. صدقوني يعني انا شوفوا، انا باش نكون صريحه معكم، بكري ما كنتش ناكلو، كان تاع من ماما سبحان الله ما كنتش ناكلو. لكن الواحد كي يكبر ويتزوج هكا يصير يولي ياكل كلش، وليت نحبو نموت عليه. شوفوا كي نقسم لكم وحده كيفاش، شوفوا راح يجي كيما نقول حنا يدوب في الفم. وبالنسبه تاع السم كل واحد كيفاش يحبها، تحبي ديريه خشين، تحبي ديريه رقيق. هذه هي البنات وصفتنا تاع نهار اليوم، وصفه تاع الرفيس. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. لما لا، واستنوني في وصفات اخرى. سلام.